هعمل معاكم النهارده كبده بمنتهى البساطه، لان الكبده الاصليه ما فيهاش مكونات كتير ولازم تكون زي اللي هوريها لكم النهارده دي. هقول لكم كمان على تريكات بسيطه جدا هتخليكم محترفين في الكبده، وكل اللي هيدوقها من ايديكم هيحلف انه عمره ما داق كبده بالجمال ده قبل كده. اعملوا لايك للفيديو ده وتابعوني على الفيسبوك واليوتيوب، ويلا بينا نبدا الوصفه. اول حاجه هجيب عندي الكبده بتاعتي كده، وبعدين الكبده ما بتتغسلش طبعا ابدا باي حاجه، انا بس بحب انشفها كويس جدا بالمناديل علشان لو فيها اي بقايا دم تتشال بالمنديل. بعد كده قطعتها كده يعني على 3 اجزاء على حسب ما انتوا تشوفوا حجم الكبده بتاعكم قد ايه. في بتبقى قشره خفيفه من فوق دي بنشيلها، وبعد كده ابتديت اقطعها شرايح رفيعه قوي زي ما انتوا شايفين كده. دي افضل واسهل طريقه لتقطيع الكبده، تبقى رقيقه بالشكل ده. ولو انتوا يعني قلقانين انكم تعرفوا تقطعوها كده، ممكن تجمدوا الكبده الاول شويه وبعد كده تبتدوا تقطعوها، بس انا بقطعها طازه بحس ان هي بتبقى احلى بكتير. بعد ما بقطعها شرايح ببتدي اقطعها شرايح بالطول برضو بالشكل ده لغايه لما تخلصوا الكميه كلها. دي افضل واسهل طريقه لتقطيع الكبده. كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها. يلا نبدا في التتبيله. تتبيله بسيطه جدا جدا. هجيب عندي نص معلقه من الكزبره، وعليها التوم حوالي 4 ل 5 فصوص توم، معلقة كمون، وبعد كده اهرسهم كويس مع بعض. بعدين ضفت عليهم ليمونة. الليمونة اللي عندي دي كانت ليمونة حجمها كبير، فلو هي صغيرة تقدروا تضيفوا 2. ضفت حوالي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وعليهم رشة ملح صغيرة بسيطة مش كتير، يعني حوالي مثلا ربع معلقة. نزلت نص الخليط بتاع الثوم وهسيب النص التاني، ودي كده اول تركايه هقول لكم هنعمل فيها ايه. دي بتخلي طعم الكبده يروح في حته تانية خالص. هتبلها كده كويس مع بعض، وبعد كده هروح اقطع الفلفل. يعني هسيب الكبده مش اكتر من 5 دقايق على قد ما اقطع الفلفل بتاعي. اروح اقطع الفلفل بتاعي، انا حبيت اقطع فلفل حراق، لو انتوا عايزين فلفل رومي ماشي. والبذور بتاعه الفلفل دي ارموها، دي طبعا ما بتتاكلش، يعني حاولوا تفصصوها لانها مش حلوه انها تتاكل. التركايه التانية المهمة جدا اني اجيب طاسة واسخنها كويس جدا جدا على النار، وبعد كده احط زيت واسيبه برضو يسخن كويس قوي 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 لحد لما يبقى مولع. بعد كده انزل بالكبدة بتاعتي اديها صدمة في الطاسة. ده مهم جدا علشان الكبدة ما تفقدش مية كتير. برضو حركة الفلفل حركة الملح اللي انا عملتها في الاول، ان انا حطيت يا دوب رشة بسيطة قوي قوي قوي، ده برضو علشان الكبدة ما تنزلش دم وتفقد مية كتير. هبتدي اشوحها كده اول ما تبتدي تاخد لون من تحت، ومش بشوح فيها كتير، يعني كل ما احس انها ابتدت تاخد لون من جنب ابتدي اقلب على الجنب التاني واشوحها. عمليه التشويح دي مثلا بتاخد من 5 ل6 دقايق لغايه لما لون الكبده تماما بيتغير. بعد كده قرب السوا، يعني قبل السوا بدقيقه او دقيقتين، انزل بالجزء التاني من الثوم اللي انا سبته، واحط الفلفل بتاعي، وكمان هحط عليهم حوالي معلقتين كبار من الخل. دي برضو تركايه تانية تخلي ريحة الكبدة يعني الشارع كله ممكن يشمها وانتوا بتعملوها في البيت، بتبقى خطيرة. ومش ريحة وبس، ده بتدي طعم كمان خطير وتحفة للكبدة. هبتدي اقلبها. الكبدة ما بتاخدش على النار اكتر من مثلا 7 دقايق. بعد كده حطيت الجزء الباقي بقى من الملح. خلاص ده كده يعني برضو قبل التسوية بدقيقة. كل الحاجات دي قبل التسوية الأخيرة بدقيقة، يعني اديها 6-7 دقايق بالكتير. وبعد كده ابتدي اضيف الحاجات دي من 6-7 دقايق 8 دقايق بالكتير قوي. الكبدة عندنا بتبقى جاهزة وبقى فيها صوص كده من تحت، وبتبقى طرية وجوسي وجميلة. طبعا الحاجة المشهورة في الكبدة ان احنا دايما بنعملها بعيش فين، ولكن برضو كمان تقدروا تقدموها مع رز ابيض لو حبيتوا تقدموها صنف على الغداء او جنب صنف على الغداء. ابتدي احط الكبده بتاعتي. عايزه اقول لكم الطريقه دي بتخلي الكبده ريحتها تحفه، حقيقي حقيقي بتبقى تحفه، هتخليكم محترفين. الحاجه التانية الكبده تبقى طريه. الكبده لو قعدت على النار كتير هتشد وهتبقى زي كانها فردة كاوتش. برضو علشان عملنا الطريقه صح وحلوه وما نشفناش الكبده، بيبقى منها صوص. الصوص ده بقى بيخلي طعم الكبده خطير. الصوص ده بيبقى من تحت في الطاسه من تحت كده، تحطوه في الساندوتشات معاها وتقدموها بألف هنا يا رب. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي ليليان، وهبقى مبسوطة جدا لو عملتوا لايك للفيديو ده وشيرتوه مع أصحابكم وعملتوا لي لايك وفولو على الفيسبوك واليوتيوب. يلا أشوفكم مرة تانية، باي باي.